هنعمل النهارده باتيه بالسكر وباتيه بالجبنه زي بتاع الافران بالظبط. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. بس لو انت اول مره تشوفيني، انا اسمي صفاء مرتضى. اتمنى ان انت تنوريني بالاشتراك او الاعجاب على حسب ما بتشوفيني منين. يلا بينا على الطريقه. اول حاجه معانا كيلو من الدقيق، نص كوبايه من الزيت، كوبايتين من الميه او ممكن نحتاج اكتر شويه، يعني ممكن نحتاج نص كوبايه كمان ميه على حسب نوع الدقيق. معانا هنا معلقه صغيره من البيكنج باودر وربع معلقه من الكركم وكيس خميره وبيضه ومعلقتين من السكر وذره ملح. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه كده هنجيب الحاجه اللي هنعجن فيها، هنحط الميه، هنبدا بكوبايتين الميه وهنحط عليهم السكر والخميره وهنسيبهم كده على جنب شويه ان هما ايه يختمروا كده. وبعدين هنجيب الدقيق وهنحط عليه البيكنج باودر والكركم وذره الملح. خلاص هنقلبه كده ونشيله على جنب. خلاص كده هي بدأت ان هي تتفاعل وتطلعت كده شوية من الفقاقيع. هننزل عليها البيضة، وعلى فكرة البيضة هنا مش مهمة، يعني ممكن تستغني عنها. هننزل كده بنص كمية الدقيق وهنقلب كده بالمعلقة الخشب، وبعدين هننزل بباقي كمية الدقيق. وفي الفترة دي مش هينفع بقى ان احنا نشتغل بالمعلقة الخشب، احنا هنشيلها وهنعجن بايدينا. هنا انا كنت اهو بدأت ان اعجن كده، وهزود الزيت حبة حبة والنور قطع هنا الحمد لله. اديت العجينة جنى كانت واقفة جنبي قالت لي هات يا ماما عجينة، اديتها لها عجنتها. وهنا بعد ما اختمرت خلاص سبتها حوالي كده ساعة واختمرت، وبعدين قطعتها 4/4 وبدأت ان انا افردها كده زي ما انتوا شايفين. وهحشيها جبنة، يعني في حاجات انا هحشيها جبنة وحاجات لا. دي انا هحشيها جبنة كده، بحط الجبنة زي صف كده وبعدين ببتدي ان انا اقفل عليها، بس لازم تضغطي كده زي ما انا ضغطت. وهقطعها وبعدين هقفلها بايدك كده، تقفليها عشان ما تفتحش معاكي في التخمير ولا في الفرن. خلاص هنشيلها كده نحطها في الصينية. وهنيجي على بصوا يا بنات، الخطوة اللي هي بتاعت تقفيل العجين دي مهمة، لان لما بتيجي تحطي العجينة بتاعت يعني العجينة بتاعتك في الصينية بتفتح معاكي بعد كده لو ما تقفلتش كويس. حطيت اهو هنا جبنة وفردتها كويس، الحتة اللي في الاخر دي لازم تتفرد كويس عشان ما تفتحش معاكي. بصوا قفلتها، دي الخطوة دي اللي قلتلكوا عليها ان هي مهمة. ودي هعملها زي الحلزون كده. تمام. ادي كمان جبت الربع التاني، يعني انا خلصت كده الربع الاولاني عملت منه 2. بدأت ان انا افرد كده بالطول وبالعرض، انا عايزاها عريضة عشان لما اجي الفها تطلع معايا كده بعرض الصينية. تمام. حطيت كمان هنا جبنة، مش كل الولاد كانوا عايزين بالجبنة، فانا عملت حاجات بالجبنة وحاجات عملتها ايه بالسكر. دي لفتها كده سادة عشان في منهم كان عايز سادة، لفتها سادة ما فيهاش اي حاجة. جبت الربع الاخير بقى كده، لا ده الربع اللي قبل الاخير، لسه في ربع تاني، ده الربع التالت. تمام. فردته كده اهو ورشيت عليه، هدهنه كده المفروض ان انا ادهنه بزبده، بس ما كانش عندي زبده فحطيت عليه سمنه بلدي وطلع تحفه يا بنات. خلاص رشيت كده عليه سكر. هقطعها واقفلها بنفس الطريقه، بس هتلاقي صعوبه في ان انتي بتقفليها عشان طبعا السمنه تتزحلق معاكي. حطيتها كده اهو وهلف التانية هقفلها زي ما قلتلكوا. بنحط الحته المتقفله دي من تحت عشان ما تفتحش معاكي في التخمير. ودي كانت اخر قطعة معانا، اخر ربع. احنا قطعنا العجينة 4/4 زي ما قلنا. وهنا حطيت لها كمان سمنة بلدي اهو. بدأت ان انا ادهنها كده زي ما انتم شايفين، ولفتها قطعت جزء منها كده. هعمل 2 بالسمنة البلدي بس من غير سكر اهو. وقفلتها. وبعدين هنيجي بعد ما خلاص خلصنا كل الكمية اللي معانا بسكينة بقى، وهتنزلي عليها كده تقطعيها مرة واحدة. طبعا انتي كان ممكن انتي تقطعيها من الاول وتلفيها رول كده، بس كده اسرع ان انتي تلفي القطعة كلها وبعد كده تيجي ان انتي تقطعيها قطع قطع. هنا السكينة بتاعتي كنت بلاها بزيت، يعني دهناها بزيت عشان تسهل معايا في التقطيع. جبت هنا معلقة من العسل الاسود وحطيت عليها شوية مية
وبدأت ان انا ادهن اللي معمولين بالسكر، وحطيت على الوش كده سكر، يعني بعلم المعمولين بالسكر. تمام. حطيت عليه عسل اسود وسكر. وهنا جبت معلقة من السكر وحطيت عليها شوية مية، وعملت اللي هما ايه اللي معمولين بالسمنة البلدي، حطيت عليهم كمان سمنة، حطيت عليهم قصدي سمسم، بقيت اعلمهم كده بالسمسم. دول بقى اللي معمولين بالجبنة، كنت حطاهم في صاج لوحدهم عشان الجبنة يعني ما تروحش على اللي بسكر ويبقى الطعم مختلط. هدهنهم كمان بمية بسكر زي التانية، يعني معلقة سكر وعليها زي معلقتين كده من المية ودوبتهم مع بعض، وهدهنها كده عشان الوش بتاعها يحمر. وحطيت عليها ايه جبنة كده عشان تبان من فوق ان دي بالجبنة. خلاص هنسيبهم ان هم يختمروا. انا كده خلاص لفيتهم اهو، هسيبهم يختمروا لمده نص ساعه اهو. بعد ما اختمروا كده هندخلهم الفرن على يعني فرن تكون سخنه جدا، وبعدين هنوطي درجه الحراره على 180 اول ما ندخلهم. شايفين يا بنات طلعوا حلوين ازاي؟ تحفه. بس هنا هنجيب سمنه بلدي كده وندهنهم وندخلهم الفرن تاني، ياخدوا 3 دقايق بالظبط في الفرن. هدخلهم الفرن دلوقتي، هياخدوا 3 دقايق وهجيبهم تاني. بتدي طعم ولون جميل اهو. هنا بعد ما طلعوا خلاص هنرش عليهم شويه ميه وهنغطيهم باي قماشه عندك. والخطوه دي مهمه جدا، بتخلي العجين المخبوزات بتاعتك تطلع طريه وحلوه. يلا بقى جربوها وقولوا لي ايه رايكم. تحفه، عامله زي بتاعه اللي هي ايه المخابز، جميله والله يا بنات. يلا جربوها وقولوا لي ايه رايكم. ما فيهاش اي تكاليف ولا اي حاجه صعبه،